وصفتنا اليوم يا جماعة الخير صينية البطاط والدياي المخبوزة بالفرن، سهلة وبسيطة ولذيذة. أول شيء بستعرض معاكم المقادير. طبعا لأن نبي الطبق سهل فراح نستخدم الأشياء الجاهزة، يعني نستخدم بطاط مثلج، بطاط كيوبس، ما نستخدم بطاط عادي نقصه ونفوحه وطوالة، نبي شيء سهل فراح استخدم بطاط مثلج كيوبس. طبعا مو مقلينه. اوكي، نحتاج اجبان، عندي هني جبن بارميزان، جبن موزاريلا، نحتاج ثوم مبشور، وعندي ايضا جبن كريمي، سور كريم وكريمة طبخ، ونحتاج خضار مثلجة، ونحتاج صدور دياي مخلية من العظم ومسحبينها بهذه الطريقة. راح احط ايضا صوص اضافي، اذا متوفر عندكم حطوه، اذا مو متوفر مو لازم. عندي هني ماكن تشيز صوص موجود عندي فبستخدمه، او ماشروم صوص، او اي صوص متوفر عندكم عشان يزيد من كمية الصوص بالطبق. اذا مو موجود عندكم حطوا زيادة سور كريم وكريمة طبخ. الحلو بهذا الطبق انه ما في حماس وشغل على النار وبصل، لا لا لا، هذا كله ينخلط على البارد وينحط بصينية الفرن. اوكي، فنحتاج اول شيء نجهز الصوص الكريمي. راح احط السور كريم، الكريمة الحامضة علبة كاملة، وكريمة طبخ عندي هني تقريبا كوب. احنا ما نبي الصوص وايد خفيف فما نكثر كريمة، بالذات ان انا بحط صلصة جاهزة بعد، صلصة ماكن تشيز. اوكي، فرغها الحين كاملة. هذه قلت لكم مو موجودة مو لازم، عادي حطوا صوص ماشروم اذا عندكم صوص جاهز، اي صوص او صوص ابيض مثلا الفريدو صوص اذا عندكم جاهز، واذا ما عندكم زيدوا كمية سور كريم والكريمة والاجبان وبس، ما تحتاجون تضيفون شيء ثاني، بس انا لانه عندي فبستخدمها. اوكي، عندي هني ربع كوب جبن بارميزان، وعندي 3 ملاعق جبن كريمي، اوكي، وبحط شوية من شوربة الخضار او مكعب مرقة دياي مذوبينه بشوية ماي كيفكم. اوكي، تعطيني طعم حلو حق الطبق. وبحط شوية ثوم مدقوق، ونخلط مقادير الصوص عدل، بعدين نضيف الدياي والخضار. اوكي، انا ابي كمية الصوص راهية فما راح اضيف كل كمية الخضار والدياي، اضيف بالتدريج واشوف. ابي مجراخة احسن، وهذه المجراخة. الحين نخلط عدل. اوكي، ما نبي الصوص خفيف، نبي كذي ثقيل، عشان كذي انا ما كثرت كريمة. اوكي، اخلط عدل 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 لين تذوب كل المكونات ببعض. بس بحط شيء اخير نسيته، بحط اعشاب، اي نوع اعشاب عندكم، اي اعشاب ايطالية، شنو عندك، اوريجانو، تايم، اي نوع بهار اعشاب بتوفر عندك حطيه، يعني حاولي تعطين الطبق طعم، عرفتوا؟ بس الحين نبدي نضيف الدياي والخضار. حط شوية من الدياي، ما راح احطه كله لين اتاكد ان الصوص عندي يشيل كمية الدياي. واحط الخضار المثلجة، انا عندي هني جزر وبازاليا وذرة. بعد ما راح احط كل الكمية، نحط نص ونخلط ونشوف. يلا نخلط الحين بسم الله، ونتأكد ان الصوص يشيل كل كمية الدياي والخضار. احب الاطباق السهلة اللي ما تاخذ وقت ويطلع شيء فاخر، يعني الطعم ما تتخيلونه. شوفوا بعد تشيل الخلطة، فأرد أزيد دياي شوية وأزيد خضار شوية. أوكي، ونخلط. لازم يكون كذي، يعني القوام ثقيل إنه ينفرد معاك بالصينية، بصينية الفرن. والله كنا يشيل كل الكمية، بحط كل الكمية وأخلط. اي طاحت ايدي، قلت لها هي تخلط شويه. شوفوا بنات
شالت كل الكمية الخلطة اللي سويتها. هذا القوام المطلوب. اوكي، نبيها كذي تكون ثقيلة ومتشربة عدل بالصوص. بعدين ننقلها الى صينية الفرن بس. ثانك يو. اعطيني. شفتوا هذا القوام اللي احتاجه. الحين انقلها الى صينية الفرن. خطيرة وسهلة ولذيذة. يلا نحطها بصينية الفرن. الحين ننقل الخلطة إلى صينية الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلها كاملة وأفردها. وأحط فوقها البطاط. طبعا هذا كله راح أنزله بس اختصارا للوقت نزله بعدين. أوكي، نحطه بهالشكل. تقدرون تسوون نفس الطريقة بس بدال البطاط تحطون بف بيستري بعد يطلع خيال. كيفكم عاد. أنا مسوية معاكم البف بيستري من قبل. تقدرون تسوونها بهالطريقة أو بهالطريقة. أوكي، الحين نحط طبقة جبن موزاريلا بعدين نصفف البطاط فوق الدياي. نحط الحين جبن الموزاريلا. طبقة من جبن الموزاريلا. أنا الإضاءة ذبحتني ما أدري ليش كذي تطلع بالتصوير. أوكي، نحط طبقة جبن وفوقها البطاط وندخل الصينية الفرن نخبزها. يعني تقريبا تاخذ لها 20 دقيقة إلى نص ساعة. أول شي نشب الفرن من تحت بس وبعدين نشب الفرن من فوق. الحين بصفف البطاط. تصففونه بهالشكل. أوكي، واحدة يم الثانية. بنت الهاشمي ما عندي بطاط مثلج، اقدر استخدم بطاط البيت؟ اي طبعا تقدرون، بس انا ليش حطيتكم هالفكره؟ عشان اريحكم من التحضيرات، يعني عشان يصير شيء سهل تسوينه. لكن اذا ما عندك عادي استخدمي بطاط البيت، قصي كيوبس وفوحي نص فوحه وتقدرين تستخدمينه عادي. بس احنا الفكره من الطبق نبي شيء سهل وسريع وبس. وسلامتكم وتعيشون. بحطها بالفرن واصور لكم شكلها النهائي بعد شوي. اوكي، اول شيء راح اشب الفرن من تحت بعدين اشب الفرن من فوق بس اعطي البطاط يعني تحميشه خفيفه، عرفتوا؟ بعدين لما تاكلونها راح يكون الدياي كذي غرقان صوص كريمي مع طعم البطاط. بنات شيء خيال، شيء وايد حلو، وايد راح تحبونه. يلا دخلتها الفرن ونلتقي بعد شوي اصور لكم الشكل النهائي. رجعت المطبخ اشيك على الطبخة اللذيذة. شوفوا تبقبق وامورها تمام. الحين اشب الفرن من فوق بس اعطي البطاط تحمير خفيفة وبالعافية. وبس كذي طبقنا جاهز. نطلعه من الفرن وبألف عافية. ابي انشب بس شوية من الطبق واراويكم شكله. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. أبيكم تشوفون بس معاي جماله. تشوفون تبارك الرحمن الدياي شلون مسحب ومتشرب مع البطاط. شي خيال. جربوه، سهل وبسيط. وقت التذوق الحين. بسم الله. رهيبة، تجنن صراحة. بس أبي شوية سلطة معاها، فتوش. سلامتكم وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية.